سؤال جديد من بروفيسور اكس اي 1 بيقول طب من وجهة نظرك ايه افضل دولة او منطقة اركز عليها واشوف متطلباتها بالاخص من حيث توفر الفرص. بص انا يعني ما عنديش ممكن اقول ايه يعني معلومات معينة عن دولة معينة، ولكن انا يمكن طلعت قبل كده قلت ان مثلا السعودية ان شاء الله هتفتح فيها اجر ريجن مثلا، ففي يعني صراع جامد هيبقى على قصة تورتة الكلاود اللي موجودة في الخليج عامة. بحس ان ماركت الامارات متشبع شويه ولكن بيحتاج اكتر للسينيورز. في دول خليجيه تانية هتبتدي ان هي برضو اون بورد او تشغل الكلاود والكلام ده كله، ولكن انا دايما يعني دايما هقول لك ايه على حسب حالتك فاهم؟ يعني مثلا لو افضل دوله من حيث الفرص هتلاقيها امريكا في الكلاود واستراليا مثلا. بس هل انت ظروفك تسمح لامريكا واستراليا او ينفع تروحها ولا لا؟ فده سؤال انت تساله لنفسك. الحاجه التانية، انا لو يرجع بيا مثلا الزمن في الكارير يعني، آم، دايما هختار الاول الدول اللي فيها جنسيه عشان خاطر اخد جنسيه، لانها خبطت فيا قدام مثلا وانا لما رجعت مثلا مصر اشتغل فيها كان كل شويه بسافر، فكنت كل شويه مضطر اروح اعمل فيزا وحاجات زي كده، وفي مشاريع بتروح عليك. بيبقى مفضل اكتر ان انت يكون معاك يعني باسبور، عشان خاطر الباسبور بيفتح لك يعني ايه قصة اللي هو مثلا باسبور من الاتحاد الاوروبي او حاجة، مش هتبقى يعني عندك افضل راتب وافضل حاجة، ولكن ميزة الباسبور في الاتحاد الاوروبي ان انت هيوديك اكتر من دولة تانية، وفي ماركت تقدر تدور عليه مفتوح لك يعني. فزي كده انت النهارده بتفكر في حتة انه مثلا لو لا قدر الله حصل حاجة في مصر، فانا ايه الدول اللي اقدر ادور فيها؟ هي نفس القصة. انا بشوف اي حد لو بيبتدي في المجال ده او حتى حد لسه بيبتدي في حياته عامة، اول حاجة يفكر فيها يروح يجيب باسبور، عشان ده طريق للبيزنس عامة. لو انت عايز تفتح مثلا بيزنس بتاعك في اكتر من دولة، عاوز تسافر، يجي لك فرص في اماكن تانية. بعد كده انك تدور على فرص الكلاود بقى نفسها في اي دولة معينة لما يكون معاك الباسبور. طيب انا مثلا ممكن هل لازم لو ما لقيتش طب فرصه في الاتحاد الاوروبي، بدور برضه على كله. يعني انت لينكد ان دايما بيحكمك، هتكتب التايتل او البوزيشن بتاعك وتختار الدوله اللي انت هتدور فيها، وتبتدي تشوف والله الفرص الموجوده وتقدم عليها، وممكن حد يكلمك ممكن حد ما يكلمكش. ولكن في الوضع الحالي دلوقتي طبعا المنيل بتاع الحرب ده، يعني ما فيش دولة معينة اقدر اقول لك يعني مش يعني امنة او فيها فرص بنسبة 100%. لا، يعني الماركت ده متغير جدا، فانت لازم زي ما قلت كده قبل كده يكون عندك لينكد ان، واللينكد ان تدور فيه وتابلاي وتجرب وتشوف ده ماشي مع خبراتك ولا لا. بس فاتمنى اكون رديت على سؤالك.